السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم معانا في المراجعه النهائيه للنيورولي اورينجر او نيرولي اورانجي. نيرولي اورانجي. وطبعا شريف ما حضرش معانا المراجعه بتاعته، لا التجربه الاوليه دي، فهنديله فرصه ان هو كان نايم. ايوه ما عملش الواجب في المجال. عملت هنا ولا لا هنا؟ يعني هنا عادي. هو لا. انا هقول لكم المراجعه النهائيه وهو هيقول لي انطباع اولي، فانت قول الانطباع الاولي الاول. الانطباع الاولي انا غلطان ده ما جتش. ده جميل. والله انا غلطان ده ما جتش. ده رائع. غلطان ده بالنسبه لي الراحه النفسيه، علاج الاكتئاب. دي حقيقه والله. لا بقول لك انا غلطان ده ما جتش. انت بتخبي الحاجات دي، انا ما بجيش انا كنت قايل لك وانت ما جيتش وكلمتك وانت قلت لي انا هنام، فضلت النوم على ما انت قابلتني الصبح وقلت لي هتيجي تذاكر وتعمل وانا المذاكره دي خلاص بقى. لا حلو قوي، مريح جدا وهادي جدا وقوي. هادي يعني هو هادي قوي، لا يخش في الهدوء على طول. الهدوء بتاعه رايح بقوه. يعني بيقول لك تعالى الراحه النفسيه عندي. دي حقيقه فعلا. المراجعه النهائيه بقى اقول لكم. هو السؤال هو في ياسمين؟ هقول لك بقى. هو في الزهره بتاعت البرتقال، هي زهره بيضاء زي الياسمين بالظبط. هي شكلها زي الياسمين. لما بتاخد انت الزهره دي تعمل لها ستيم ديستيليشن، تقطير بالتبخير، بتطلع نوتة اسمها نيرولي. لما تحط عليها سولفنت عشان يطلع اللي جواها، بيطلع نوتة اسمها اورنج بلاسم اللي هي زهره البرتقال. الاثنين بيطلعوا من نفس الزهره، من الورقه بتاعت الزهره نفسها. هو حاطط الاثنين. الدار دي فكرتها ان هي بيديك النوتة نفسها في الطبيعه، ويعمل كل حاجه عشان يطلعها لك في العطر كانك بتشمها في الطبيعه. فاي نوتات بيحطها تانية مش عشان يحط النوتة التانية، لا عشان يعززها يقويها يظهرها. هو اصلا مفيش نوتات كتير، هو في النيرولي واورنج بلاسم واليلانج لانج دي موجوده في القاعده بس عشان ايه؟ تديله يعني تقويه او تظهره بشكل اكتر. مفيش نوتات تانية غير كده. فهو قريب جدا من الياسمين. بس ميزه ده عن الياسمين ان الياسمين ساعات بيروح في الاخر لحته مش محببه، مش عايز اقولها عشان ما تعلقش في دماغك ولا في دماغ حد. انما ده لا، بحكم ان انا جربته بقى اسبوع كامل كعطر. اولا يعتبر عطر نوتاته خفيفه وهاديه وحمضيات، ثباته ممتاز جدا. انا حاسس بيه طول الوقت. حاسس روسنا دي تحت اهيت. لا انت اصلا في المكان دلوقتي بقى انا مش يعني احنا جربنا كذا حاجه دلوقتي. لا ده الغالب، رغم ان هو عطر المفروض ما يبقاش قوي كده. لا هو هادي بس وجميل، مش مزعج. ومش مزعج خالص. انا حاسس بيه طول الوقت. انا جربته واستخدمته خلال الاسبوع ده، يعني حاسس بيه طول الوقت بتاع مش اقل من 6-7 ساعات. انا حاسس بيه. حاجه حلوه ان هو لا حلو. هو حلو. هي ريحه صابونيه، اكنك دخلت كده غرفه فندق، واول ما دخلت كده ما جيت من السفر دخلت على الحمام عشان تغسل وشك بصابونه راقيه جدا فخمه جدا، فندق 7 نجوم. انت عارف بقى لما تغسل وشك وتطلع ريحه الصابون دي تبقى على وشك انت مبسوط بيها، عايزها تكمل معاك. ده بقى هيخليها تكمل معاك. عايز ريحه الصابون الجميله دي الفخمه دي تكمل معاك، ده هيخليها تكمل معاك طول اليوم. اصلا المفروض ان هو عطر صيفي كتوظيف بقى، عطر صيفي نهاري. بس انا شايف ان هو هينفع بالليل عادي جدا، هيبقى كويس. بالليل في البيت هيبقى جميل جدا. وفي الشتاء برضه مش هقول لا، بس مش هيبقى فوحانه قوي لان هو محتاج شمس، محتاج درجه حراره عاليه. بس برضه حلو. انا شايف ان هو عطر. لا هو وبالمناسبه شايف ان هو امن. على فكره برضه التصنيف بتاع الحاجه ممكن يبقى مختلف مع ذوق الشخص طبعا. يعني ممكن في ناس مثلا بتشرب قهوه بالليل وما تنامش، مع ان القهوه مثلا معروفه ان هي فممكن يبقى نفس يعني هو توصيفه مثلا ان هو صيفي نهاري مثلا. لا بس من ريحته ومن هدوءه ومن دخوله في الهدوء بقوه. يعني الموضوع عارف اللي هو ايه، انت حاسس براحه بس بجد، يعني حد واخدك كده لازم تستريح. انا قلت برضه المره اللي فاتت ان النوتات بتاعه البرتقال بتستخدم في العلاج دي في ابحاث عن كده. يعني في الغرف الانتظار قبل العمليات بيستخدموها، ولقوا ان هي بتقلل المؤشرات بتاعه تقليل القلق، مش القلق بقى المرضي، لا القلق المؤقت اللي هو قبل العمليات. ده بيلاقوا ان ممكن ده بيستخدم فيها، بيحقق نتائج كويسه. اخر حاجه عايز اقولها ان هو ينفع جدا. اولا طبعا ما بنصحش ابدا بالبلايند باي حد يشتري عمياني، بس في حاجه انت عمرك ما تقدر من شراء العميان فيها، لو هتجيب هديه. فالشخص اللي انت هتجيب له ده كده بالنسبه له عمياني، ده عطر مناسب جدا للشراء العمياني. لان انت مش ان انت تشتري عمياني، انت تديه لحد، انت تجيبه هديه هو بالنسبه له هيبقى له ذوق مختلف ممكن عنك او مشابه او وات، فده هيبقى امن جدا. يعني مفيش، ما اظنش ان في حد مش هيعجبه. برضه جود بوينت، برضه بوينت حلو قوي. ما ده مهم جدا. اصل انت ممكن تحمي نفسك من الشراء العمياني، بس لما تجيب هديه لحد محتاج تجيب له حاجه. انا شايف ان انت مش هتجيب له حاجه كامل، مش هتجيب له سوفاج مثلا، اكيد كل الناس جابتها له. أيوة. انت محتاج تجيب له حاجه مختلفه، بس في نفس الوقت تبقى امنه، ما يبقاش في احتمال كبير ان هو ينزعج منها. دي ما اظنش هو حد ينزعج منها، لان هي مايله اكتر زي ما انت قلت الياسمين الفل. مفيش حد ما بيحبش الحاجات دي، بس هو بس بص هقول لك حاجه. قول.
الياسمين يعني والفل بيقلبوا كده في ريحه كده انا ما بحبهاش فيهم. انا عمري ما احط ياسمين او فل عامه يعني ما اعرفش، ما بحب في ريحه كده ما بحبهاش فيهم. اللي انت قلته ده علميا انا مش عايز اشرحه عشان مش عايز اعلق مع الناس. علميا موجود فعلا في روائح الياسمين اللي مش محبوكه كويس بيدي في النهايه ريحه مش محببه. مش عايز اقولها ايه هي خالص. انما ده يعني انا بكلمك بقى ان انا جربته ما بيقلبش خالص. وانا معاك طول ما احنا قاعدين بقى ايه نتابع ده عامل ازاي. ده في كلمه كده سوبر انفايتنج. يعني سوبر انفايتنج يعني بيدعوك كل شويه انت عايز تشمه. يعني تحس ان انت عايز تشبع منه وما بتشبعش. ده فعلا جميل. لا هجربه لان هو انا ممكن اغير يعني والله فعلا في حاجه كده الواحد بيبقى يعني طبعا فكره ان انت تجرب اكتر من بيرفيوم او ريحه دي بتبقى صعبه شويه. ايوه بس طبعا احنا حظنا حلو معانا اسلام حبيبي. الموضوع بالنسبه لنا بقى سهل. بقيت تجرب براحتك. انت بتخش مثلا اي مكان تختار مره 2 3 4 مش اكتر من كده. معانا واحد بقى ايه جايب لنا كل البرفانات اللي ممكن نجربها. ودي مثلا يا صاحب اسلام. حبيبي الله يحفظك. لا انت طبعا زي ما انت بتقول انت بتدخل اي مكان هو الراجل بيبقى واقف في قرصك انت بتخش 1 2 3 خلاص بقى انت بتحس ان انت لازم تشتري وعمرك ما بتعرف تعمل تجربه كويسه وانت واقف في المحل. عشان الميس سيلينج هو مش عايزين نتكلم بقى ده موضوع تاني بقى ايه. لا بس انا اقصد ان انت لو حتى هتجيب 2 3 مللي هتعرف تجربهم في البيت براحتك وتقرر بعد كده كنت تشتري العلبه الاصليه. انا لو دخلت اصلا قلت له 2 3 مللي عشان اجرب هو ما احنا بنقول اهو. لا انا بتكلم لو حد عادي يعني. لا حد عادي طبعا بيعاني خصوصا بقى لو وجهك لان انا بشوف الكلام ده. انا عايز اقول لك ان انا شخصيا بطلت اروح اماكن اصلا بدون ذكر اسماء يعني اماكن مشهوره اللي هي في مصر اشهر اماكن جربت بطلت اروح اصلا. انت هتروح هتلاقي نفسك بتتحرج لا تعرف تختار ومضطر تشتري. لا انا اشتري 5 مللي او 10 مللي واجربهم براحتي. عجبني اشتري العلبه ما عجبنيش خلاص. اوكي ماشي. دي كانت المراجعه النهائيه للنورولي اورينجر. هنشوف بقى مع بعض التجربه الاولانيه الاول عطر شاي ولونج شا احنا سجلناه اتفرجوا عليه مع في نفس اليوم هتنزل فيه المراجعه النهائيه للنورولي اورينجر واخر الشهر ان شاء الله هيكون التين. يبقى احنا كده قفلنا الاربع نفاف ان شاء الله. تجربه الشاي كانت تجربه حلوه برضه شغل يعني تجربه محترمه بجد. بس انت شيء متوقع بقى يعني انا كنت متوقع شاي ليبتون شاي العروسه طلبات المزاجيه. انا قلت ليبتون بقى يعني لا ما لازم نحاول نعلى بالطموحات شويه. لا طلع اعلى بكتير. طلع موضوع كبير مش موضوع صغير يعني. بس انت دلوقتي لما جربت النورولي اورينجر بعد الشاي انه الاحلى بالنسبه لك؟ لا النورولي لا والله حلو قوي يعني جميل جدا. نوتة خطيره. لا هو اصلا في عز التعب والمجهود واليوم ويعني بص لا مريح قوي يعني. روحوا شوفوا نوتة الشاي ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.